قصة كالآتي: شاب تطوع مع معمر القذافي في 2011، تعرض لإصابة بالغة أدت هذه الإصابة إلى الشلل نصفي، شل قدمين وشلل حتى في الرجولة يعني. فالشاب أصيب بعملية إحباط، ولا حقيقة أن أخوه الكبير هو كان زميلي في الشغل، ومثل 4 سنوات مع بعضنا في كلية واحدة، السراير بجنب بعضنا، معونا، كل مع بعضنا. فأخوه المصاب هذا اسمه عبد الحليم الصادق من الأصابع، تعرض لإصابة أدت إلى شلل، عجز جنسي وعجز في الحركة، الجزء الأسفل من الجسم. فكان خاطب بنت بسم الله ما شاء الله على ذات دين وخلق وجمال ما شاء الله. الشاب لما شاف نفسه لا يصلح كزوج، لا يصلح كإنسان معنا كإنسان طبيعي يعني، لكن نقولك همته عالية، أخلاقه عالية جدا جدا، فحب أنه يتملص من هذه الخطوبة. ويا بنت الناس أنت بصحتك وأنا رجل عجز، ما شوفي حياتك. على الأقل شكرا على أمانته وصدقه، يعني كان إنسان صادق. الله يرحم بوه. ف ما عادش يبيها بر شوفي حياتك. فللأسف هي كانت بالعكس، هي متشبته. فأخوه اسمه أبو عجيل الله يمسيه بالخير خششني معاه في هالمشكلة هذه وفي المعمعة هذه. قصة البنت الليبية الوفية، قصة البنت الليبية الوفية، والله قصة البنت الليبية اللي فعلا غيرت نظرتي للبنت الليبية، إنها بنت كرم وبنت أصول وبنت أدب وبنت أخلاق، وغصب على يبي ولا ما يبي بنتنا. البنت هذه اضطرت إنها طلعت لنا وقالت أنتم في بيتنا ومضطر إن نطردكم لو جايين للموضوع هذا. خلاص أنا عبد الحليم قارنت نفسي به وقارنت حياتي به، وانا مش حنسيبه. انا مش حنقول لكم ننتحر لو ما تزوجتهاش، ومش حنقول لكم لا، انا حتى لو مش متجوزني انا بنعيش معاه، بتقولوا بالحرام بنعيش بالحرام. ايوه بس يا حاجي هيك مش حتقعد ام في يوم من الايام، هي حتضحي تضحيه راهي كبيره جدا. شوف المفارقه الموجوده. الشاب رفعت هي من همته ورفعت هي من صلابته وشجعته على الحياه وشجعته على تحدي العجز. واليوم نبشركم عبد الحليم الصادق يمشي قيلة، دار عكاز ويمشي عليه، موجود في منطقة الأصابع. تسألوا عليه يا شباب المنطقة الغربية وشابات المنطقة الغربية، سألوا عليه هذه القصة اللي والله لو في مسلسل هوليودي ما تخطرش على البال. صرفت ميراتها وحصتها من هالها عليه، هو وخواته لقطوا رزقهم وبعتوه لألمانيا، قعد فترة 4 سنوات. تو من قيمة سنة شفته في فيديو يتحرك وعزمني لفرح. سبحان الله، ان شاء الله ربي يرزقنا اي والله. خوي زايد ريافي نقولك اسمه عبد الحليم الصادق في منطقة الجبور، فتقدر تمشي تسأل عنه. والبنت من منطقة الكليبة، حي الله بنات ليبيا من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، حي الله كل حتى بنات، حتى البنت اللي مولودة في ليبيا وأصلها مش ليبي، لأنها شمت تراب وطننا، خذت مننا القيم والمبادئ. هذه نقطة التحول اللي جت في حياتي وصدمتني في بنت الكليبة اللي ضحت بشبابها بأمومتها وبعمرها باقترانها بشاب مجرد كان خطيب. ما نقولوا عاش قصة حب ولا غراميات ولا لا، زواجنا العادي فلان الفلان، هي نمشوا ضربوا مشاوير راهي منطقتين بعاد على بعضهم. قالت اني البنت الرجل هذا خلاص حبيته وهذا بنعيش معاه بزواج، حبيته وما حبيتوش بنمشي نقعمز في بيتهم. ربك أراد اليوم يمشي بقيلات. وننصح كل اللي قريب على منطقة الأصابع يزور خونا عبد الحليم الصادق ويبلغ التحية والسلام، ويبلغ التحية للزوجة بصراحة، لأنها هي بطلة القصة يعني والله بنت يعني صغيرة السن زرعت فيه الموصوف. والله الموضوع النفسي له دور كبير جدا. الإنسان هذا كان محطم، وراه الموضوع هذا يحطم أي رجل يا حاج علي، بنكون معك بكل أمان مع أنا عادة نحن ليش نتزوجوا؟
عشان نكونوا أسرة ويكون عندنا يعني عيال وذرية وهيك عشان تستمر عجلة الحياة هيك من نسل لنسل. فهي البنت ضحت ماهيش بكل هذا الشيء ووقفت معاه وما تخلتش عنه. على فكرة هذه القصة الثانية اللي نسمعها اليوم. قبل من بدري كان سلومة تقريبا يحكي لنا على بنت عندنا في الشرق نفس الشيء. في واحد كان في شاب ببنية عنده في الشرق، البات هو اللي رفض، قال لا البنت هذه ما تصلحش بيك، انا عندي لك بنية خير واحسن واحسن نخطبها لك. ولما خطبوا الزواج دار حادث ثاني يوم، قعد مشلوق، قالت والله ما نقعد معاه ولا نعاني، معلش انا اسفه وسيبتها. المرة هذه الأب اضطر إنه يرد للبنية اللي كان رافضها وشايفها لا يعني لا تصلح لولده. البنت قالت أنا نبيها موافقة عليه راضية بيه، اللي هو كان رافضها وولدها بصحته وعافيته مصبي على الكرعية يا حاج، وضر يشوف فيها. واضطر إنه يقبل بيها لأن ولدها قاعد عاجز. قبلت أختي بيه حنان، البنت قاعدة تعاني فيه. فلا البنات اللي بيات شابوا لهن بصراحة، يعني بصراحة أنا اسمعي فخورة. هذه احنا سمعتوا فيها تجارب الآخرين، تجارب واقعية، يعني مش قصص سينمائية ولا حدوتة الجدة قبل النوم. هذين شاركوكم تجاربهم مشاعرهم، حطوا فيكم ثقة وشاركوا لكم جزء من حياتهم الخاصة عشان يكونوا قصص ملهمة الكم ودافعة الكم. يقول لكم حاجة واحدة بس، أنت لست وحدك، في غيرك ممكن يعاني كيفك وممكن يعاني يعني أقصى منك، بس قدر يوقف عليك رعيه ومسك في حبل الله وكمل ونجح وعافس على وجعه وجرحه. ما فيش حد خالي من الهم، لكن الحياة ماشية بيك ببلاك، الحياة ماشية. شكرا الحاج والله يا علي اختي وشكرا حنان لكل المتابعين اللي تسلم. تابعوا البرنامج تاعنا. ختام